شفنا في الموسم اللي فات من المسلسل ده ان الزومبي انتشروا في العالم كله بسبب فطر كده اسمه فطر الكورديسيبس، والمفروض يعني ان الفطر ده بيرتبط بالشخص وبيتحكم فيه بشكل كامل وبيحوله لزومبي، وبسبب كده انتهى العالم واتدمر. وشفنا برضو ان في وسط كل ده كان في بنت كده اسمها إيلي. المفروض يعني ان إيلي دي عندها مناعة ضد وباء الزومبي، وعشان كده في جماعة اسمهم الفاير فلايز قرروا يدرسوا إيلي بحيث يقدروا يلاقوا علاج لوباء الزومبي. فقائدة جماعة الفاير فلايز طلبت من شخص كده اسمه جول انه ياخد إيلي ويوديها لمدينة معينة، لان في دكاترة هناك تبع الفاير فلايز هيدرسوا إيلي ويشوفوا هيخترعوا ازاي علاج الزومبي. العبرة هنا ان جول الصديقي كان عنده زمان بنت اسمها سيرا وماتت في بداية وباء الزومبي، وعشان كده اتعلق بإيلي جدا جدا وحبها زي بنته بالظبط، لكنه في المجمل خدها للمستشفى لانه ما يعرفش كان هيحصل لها ايه. ومهم يعني انه بعد ما وصلها للمستشفى اللي تبع الفاير فلايز اكتشف انهم هيقتلوا إيلي عشان يقدروا يدرسوا مخها ويفهموا ازاي عندها مناعة ضد وباء الزومبي وبعدها يعملوا علاج. وده اللي جون ما كانش عاوزه لان البنت هتموت. فبناء عليه خلص جون على كل رجالة الفاير فلايز اللي كانوا في المكان بما فيهم الدكتور اللي كان هيعمل من إيلي علاج. بعدها خد إيلي وهرب وراح لعند مستعمرة كده اسمها جاكسون، لان اخوه تومي عايش هناك، فبالتالي قرر جول وإيلي انهم يعيشوا مع تومي هناك. تمام جدا. بيبدأ الموسم الجديد مع نفس نقطة انتهاء الموسم اللي فات، وبنشوف حاليا إيلي وهي مع جول وبتسأله هو حصل ايه في المستشفى بالظبط، ان بالمناسبة إيلي كانت متخدرة زي ما احنا عارفين من وقت ما جول هجم على كل اللي في المستشفى وقتلهم، وبالتالي إيلي ما عرفتش كل اللي جول عمله ده تماما. رغم ان جول مش بيقدر يقول لإيلي اي حاجة هو عملها، وبيكون عارف ان إيلي مش مصدقها انه ما قتلش اي حد من الفاير فلايز زي ما بيقول دلوقتي، لكنه يعني مش بيقدر يقول لها الحقيقة. وبياخدها دلوقتي جول عشان يروحوا للمستعمرة بتاعت اخوه اللي اسمها جاكسون ويعيشوا هناك مع اخوه تومي. في نفس الوقت ده يا صديقي ولكن في مكان تاني بنشوف بنت كده اسمها أبي، وبيكون مع أبي مجموعة. المفروض يعني ان أبي وكل اللي معاها دول كانوا من جماعة الفاير فلايز، وبنعرف ان ابو أبي كان الطبيب اللي هيعمل عملية لإيلي، لكن جول قتله مع كل الناس اللي اتقتلوا في المكان اللي هناك. وبالتالي أبي حاليا بتقرر ان هي وجماعتها هيدوروا بقى على جول ده عشان خاطر يخلصوا عليه زي ما عمل مع ابو أبي وجماعة الفاير فلايز. وهنشوف قدام أبي واللي معاه يا صديقي هيعملوا ايه. في كل الاحوال بيعدي على كل ده 5 سنين كاملين، وبنكون دلوقتي في مستعمرة جاكسون، وبنشوف إيلي حاليا وهي بتتدرب على القتال مع 2 من المستعمرة، منهم شاب كده اسمه جيسي خليك فاكره شوية لقدام. وبعد ما بتخلص إيلي تدريبها بتروح مع تومي يصطادوا شوية من الزومبي زي ما بيعملوا دايما. ولما بتخلص إيلي وتومي اللي بيعملوه بيقول تومي لإيلي إن في مجموعة من المستعمرة هيخرجوا في رحلة بحث كالعادة، وبيعرفها تومي إنها مش هتخرج معاهم. فبتفضل بقى إيلي تطلب منه إنها تخرج معاه، خصوصا يعني إنها مش بتتصاب من الزومبي ولا بتتحول، وبالتالي هتكون في أمان بره. فبيوافق تومي وبيتفقوا على كده. على الجانب الآخر بقى بنشوف جول يا صديقي قاعد دلوقتي مع بنت من المستعمرة اسمها دينا، وبنعرف من كلامهم كده إن دينا دي هي صديقة مقربة جدا لإيلي. وبنعرف كمان من كلامهم إن إيلي وجول بقوا حاليا من بعد ال5 سنين اللي فاتت دي بقوا شبه مش بيتكلموا من وقت يعني اللي حصل في المستشفى. وده يا صديقي لسبب كبير، وفي الغالب بسبب انها متضايقه ان جول مخبي على الحقيقه، بس يعني كل حاجه هتبان قدام. في كل الاحوال بعد ما بيخلص جول قعدته مع دينا بيروح يقعد مع ماريا مرات تومي، واللي بتعرفوا انهم عاوزين يبنوا مباني اكتر في المستعمره عشان يستوعبوا ناس اكتر ويعيشوا معاهم هنا. اي حد محتاج يعيش هنا في امان يجي عادي جدا يعيش. فبيعترض جول انهم ما عندهمش اي موارد يعملوا بيها كل الكلام ده، فماريا بتعرفوا انه لازم يتصرف ويلاقي حل. وبيجي دلوقتي تومي ولما بيعرف الموضوع بيقول لجول برضه انهم لازم يبنوا بيوت ومباني زياده عشان يستوعبوا اي حد هيلجأ ليهم. فيوافق جول في الاخر ولكن هو متضايق وبيمشي. بعدها بقى بيروح جول لدكتوره نفسيه عايشه في المستعمره هنا اسمها جايل، وبنعرف ان جايل بتعالج جول حاليا لان جول تعبان نفسيا بسبب يعني بعده عن إيلي جدا. العبره بقى هنا ان حاليا بتنفجر جايل في جول وبتطلب منه انه ما يجيلهاش تاني لانها مش هتقدر تساعده. وبنعرف برضه على فكره صديقي ان جايل رغم انها بتعالج جول الا انها بتكرهه لان هو اللي قتل جوزها اللي اسمه يوجين، وهنشوف برضه ازاي قدام. ولكن المجمل يعني ان جايل مش قادره تسامح جول على اللي عمله ده ولا عارفه تعالجه ولا تساعده. في الوقت ده بيسمع جول الكلام ده من جايل ومش بيرد عليها نهائيا وبيمشي. بعد فتره مش طويله من كل ده بتخرج إيلي مع دينا وكم شخص تانيين في رحله البحث زي ما قلنا قبل كده. ومهم يعني انهم بيفضلوا يمشوا ويلفوا هنا وهناك ويبحثوا، واثناء ما كانوا بيعملوا كده فجاه بيتفاجئوا بمشهد غريب، انهم بيلاقوا دب ميت وحوالين الدب ده في اكتر من زومبي. المفروض انهم كانوا بيتصارعوا مع الدب ده لحد ما قتلوه والدب نفسه خلص عليهم. ويكون ده على فكره موقف غريب حبتين بالنسبه للكل، بس محدش بيعلق عليه، وبيقرروا الكل انهم يرجعوا للمستعمره بتاعت جاكسون. بس إيلي ودينا بيقولوا ان في مباني كده في المكان هنا لازم يدخلوها يستكشفوا، يمكن يكون فيها مؤن، ولو فيها زومبي عادي يقتلوه.
لان الزومبي دول على فكره لو كانوا فعلا موجودين هنا ممكن يوصلوا عندهم في المستعمره، وده وقتها هيكون خطر على الكل. وبالفعل بيدخلوا دلوقتي إيلي ودينا للمبنى ده وبيستنوهم الباقيين بره. اهو بقى ما بيدخلوا المبنى بيجي زومبي وبيهجم على إيلي، بس إيلي بتقدر ان هي بصعوبه كبيره تخلص عليه. بعدها بيكونوا إيلي ودينا هيخرجوا من المكان، بس فجاه بتنهار الارض تحت إيلي وبتقع في الدور الارضي اللي في المبنى ده. وساعتها بتقول لها دينا انها هتلف من الناحيه التانيه وهتجيلها. وقتها بقى بتفضل إيلي مستنيه هنا دينا وبتبص يمين وشمال وبتتفقد المكان. لكن فجأة إيلي بتلاقي زومبي جالها في المكان هنا، لكن الزومبي ده بيكون مختلف حبتين، إنه بيكون زومبي ذكي شوية وعمال يستخبى من إيلي. وفي اللحظة المناسبة وإيلي مش واخدة بالها الزومبي حرفيا بينقض على إيلي وبيعضها، بس ساعتها بتقدر إيلي إن هي تبعدها عنه وبتضربه بالنار وبتخلص عليه. وطبعا مش بيحصل لإيلي حاجة لأنها زي ما قلنا عندها مناعة ومش بتتحول، بس هي بتكون مستغربة الصراحة إن الزومبي بدأوا يفكروا وبقوا بيفكروا بالشكل ده، وقادرين كمان يستخبوا ويعملوا حيل عشان ينقضوا على الفريسة. في المجمل دينا بتيجي في الوقت ده وبتكون هتشوف العضه بتاعت الزومبي، فيعني إيلي بتخبي المكان بتاع العضه عشان يعني محدش يعرف ان هي عندها مناعه. يعني زي ما احنا عارفين مش كل الناس يعرفوا غير بس تقريبا جول وتومي، مش اكتر من كده. في المجمل بتخرج إيلي دلوقتي هي ودينا من المكان وبيرجعوا الكل على المستعمره. وهم بيرجعوا على المستعمره على طول بتقعد إيلي مع ماريا وتومي وباقي المجلس اللي بيحكموا دلوقتي المستعمره، وبتعرفهم بموضوع الزومبي الذكي اللي قابلته النهارده. في الوقت ده بيتخضوا الكل وبيعرفوا ان الزومبي كده بيتطوروا وبيتكون عندهم ذكاء او يعني شبه وعي، وده طبعا خطر كبير جدا لازم يشوفوا هيتصرفوا معاه ازاي. في كل الاحوال في نفس اليوم ده بالليل كانت إيلي في اوضتها وبيجي لها دلوقتي جول وبيحاول يتكلم معاها كالعاده، لكن إيلي بتصده فمش بيهتم جول دلوقتي وبياخد بس الجيتار بتاعها عشان يعني يصلحه لانه كان بايظ وبيمشي. بعد شويه بتروح إيلي لحفله كده في المستعمره، والحفله دي بمناسبه راس السنه الجديده. وخلي بالك يا صديقي دي راس السنه لسنه 2029، زي ما قلت لك عدى 5 سنين على احداث الموسم اللي فات. المهم يعني ان في الحفله دي بتقابل إيلي مع دينا، وفي الوقت ده بيجي شخص كده اسمه سيس وبتخانق معاهم، ومش مهم يعني نعرف هم اتخانقوا ليه اصلا لانها خناقه ملناش دعوه بيها، بس المهم ان هو اتخانق معاهم. وساعتها بقى بيجي جول وبيتعارك مع سيس عشان إيلي، بس إيلي نفسها ما بتكونش عاوزه مساعده من جول، فبتزعق في جول قدام كل الناس وبتسيبه وبتمشي. بعد فتره مش طويله لما بترجع إيلي للبيت اللي عايشه فيه حاليا بتلاقي جول صلح لها الجيتار بتاعها، وده بيفرحها شويه وبيخليها تهدى شويه ناحيه جول. بس مش ده المهم بقى فعلا اننا حاليا بنشوف في مكان ما كده في المستعمره ان في فطريات بتظهر من تحت الارض، وده يا صديقي معناه ان المكان هنا فيه زومبي، والله اعلم بقى هيعملوا ايه. والخطر مش بيقف عند كده بس، لا ده احنا كمان بنشوف دلوقتي ان ابي وجماعتها بيوصلوا لمكان قريب جدا للمستعمره، ولسه برضه ما نعرفش هيعملوا ايه مع جول، ولكن كل حاجه هتبان قدام. عموما بعد شويه من كل ده بنشوف ابي وهي في المستشفى اللي اتقتل فيها ابوها على ايد جول، وبنشوف ان ابي بتتخيل نفسها وهي بتقول لنفسها انها ما ينفعش تدخل الاوضه اللي فيها ابوها لان ابوها ميت بشكل بشع عشان جول ضربه برصاصه في راسه وراسه اتفرتكت. وهوب بتصحى بقى قبل من النوم ان ده كله عباره عن حلم مش اكتر، ويا عيني هي لسه لغايه دلوقتي في صدمه من موت ابوها. بنشوف بقى ابي حاليا مع جماعتها في مكان كده قريب للمستعمره بتاع جاكسون اللي فيها جول والكل، وبتقول ابي حاليا للكل انها تخرج تستكشف المكان وتراقب جول عشان تعرف هيختفوا ازاي، وبتسيب ابي الكل وبتخرج فعلا تراقب جول. في نفس الوقت ده بقى في المستعمره بتاعت جاكسون بيجي جيسي لإيلي وبيعرفها حاليا ان في دوريه طلعت من المستعمره، واكتشفوا ان في مكان قريب هنا موجود فيه زومبي تحت الارض او تحت الجليد اللي مغطي كل حاجه حواليهم. المفروض يعني ان هم ما يعرفوش عدد الزومبي ده قد ايه، ولكن هو كتير، فبالتالي لازم إيلي وجيسي يطلعوا في دوريه يستكشفوا المكان. في الوقت ده بتقول إيلي لجيسي انها عاوزه تطلع مع جول الدوريه دي لان يا صديقي إيلي خلاص عاوزه يعني شويه تصالح جول، لكن جيسي بيعرفها ان يعني جول بالفعل طلع في دوريه ولكن مع صديقتها دينا، فتتضايق إيلي شويه بس بتقرر تطلع الدوريه دلوقتي مع جيسي. بس قبل ما يعملوا كده بيروحوا على المطعم اللي في المستعمره واللي كان فيه حاليا تومي بيتكلم مع سكان المستعمره وبيعرفهم التعليمات الجديده اللي المفروض يعملوها لو حصل حاليا اي هجوم من الزومبي. التعليمات دي زي ان الاطفال والعواجيز يدخلوا السراديب بتاعتهم اللي تحت الارض يستخبوا فيها، والرجاله او اي حد قادر ان هو يقاتل لو حصل هجوم يطلعوا على السطح بتاع المباني ياخدوا اسلحتهم وعلى طول يتعاركوا مع الزومبي اللي بيهجموا عليهم ده لو حصل هجوم. بعد كده بتتكلم ماريا مرات تومي مع إيلي وبتاخدها لسيس اللي بيعتذر دلوقتي لإيلي على اللي عمله امبارح معاها هي ودينا، بس إيلي مش بتهتم باعتذاره ولا بتتقبله اصلا، وبتاخد إيلي جيسي وبيخرجوا دلوقتي في الدوريه بتاعتهم. اول بقى ما بيخرجوا من المستعمره عينك ما تشوف ان النور فجاه بتهجم عليهم عاصفه قويه، فورا عليه بيدخلوا جيسي وإيلي لمخزن كده مهجور يستخبوا فيه شويه لحد ما العاصفه دي تهدى. في نفس الوقت ده بقى كانت ابي لسه بتلف هنا وهناك
تدور على جول عشان تراقبه، لكن فجأة بتتفاجئ ابي بمجموعة ضخمة من الزومبي بيطلعوا من تحت الارض وبيجروا وراها عشان ياكلوها. وبتفضل بقى ابي تهرب منهم لحد ما بتتحبس في مكان كده وبيكون خلاص مصيرها محتوم والزومبي هيخلصوا عليها. لكن بيجي اخر شخص ممكن تتوقعه عشان ينقذها. الشخص ده يا صديقي هو جول اللي بياخد حياة ابي لمكان كده كان مستخبي فيه هو ودينا. وبيقرر جول ان هو ياخد ابي معاه للمستعمرة بتاعت جاكسون عشان تكون في امان. وطبعا يعني جول ما يعرفش اللي هي عاوزه تعمله فيه نهائيا. العبره بقى ان اصلا ابي ما كانتش تعرف ان ده جول، بس لقيت دلوقتي دينا بتقول لجول يا جول، وبالتالي عرفت ان ده جول بتدور عليه، ولكن فضلت ساكته ومكتمه. المهم ان جول ودينا بيركبوا احصنتهم دلوقتي وبياخدوا ابي معاهم وبينطلقوا في طريقهم. المشكله هنا بقى ان بعد وقت مش طويل من كل ده بنشوف ان تومي بيحاول يتواصل مع جول ودينا، لكن الاتصال معاهم بينقطع. وساعتها بيبلغ تومي الكلام ده كله لإلي وجيسي، فبيقرروا انهم يتفرقوا ويدوروا على جول ودينا في كل مكان. على ذكر جول ودينا، فبنشوف حاليا ان جول ودينا بيكونوا لسه مع ابي اللي بتقول لهم انها قاعده في مكان امان مع المجموعه بتاعتها، وبتعرفوا انها تاخدهم يعني المكان ده يحتموا فيه شويه لحد ما الزومبي اللي موجودين في المكان يبعدوا عن طريقهم، وكمان يعني العاصفه تكون هديت شويه. فبيوافق جول وبيروح هو ودينا للبيت اللي قاعدين فيه ابي والجماعه بتاعتها. اول ما بيدخلوا بقى الكل البيت على طول جماعه ابي بيثبتوا دينا وعلى طول بيخدروها يا صديقي عشان ما تقدرش تعمل اي حاجه، انهم كده كده مش مهتمين بيها اصلا. اما بقى جول فبتتكلم مع ابي وبتعرفه حاليا انها بنت الدكتور اللي هو قتله مع جماعه الفاير فلايز في المستشفى. طبعا بيتصدم جول من كل ده، لكن على الرغم من كده مش بيتوسل لابي عشان ترحمه مثلا وما تقتلهوش. ده بيقول لها تعمل فيه كل اللي هي عاوزه تعمله ويا ريت يكون بسرعه. في الوقت ده بيكون الحقد مالي قلب ابي بشكل مش طبيعي، فبدون مقدمات بتضرب جول طلقه في رجله. وبعد ما عمل كده مش بتقف، يعني بتفضل تعذب في جول وبتفضل تضرب فيه بكل عنف في وشه وفي كل حته في جسمه عشان تعذب فيه حرفيا قبل ما تقتله. في نفس الوقت ده كانت إيلي لسه بتدور على جول لحد ما بتلاقي الخيول بتاعت جول ودينا عند البيت اللي حاليا فيه جول ودينا وابي وكل الجماعه بتاعتها. بتدخل إلى البيت ده عشان تشوف جول، فبتتفاجئ بقى اول ما بتدخل بابي وهي عماله تضرب في جول اللي خلاص يا صديقي قرب يفارق الحياه من كتر التعذيب. في الوقت ده بتحاول إلي تتعارك معاهم عشان توقفهم، لكنهم بيقدروا يسيطروا على إلي. وبتكمل ابي ضرب في جول قدام عينين إلي اللي ما بتكونش مصدقه اللي بتشوفه ومش عارفه تساعد ابوها اللي فعلا يا صديقي يعتبر ابوها. وفي مشهد حزين جدا وصادم بتجيب ابي قطعه حديديه كده وبترزعها في رقبه جول، وبيموت جول قدام إلي اللي كانت مصدومة جدا جدا. ولما بتخلص ابي واللي معاها كل اللي بيعملوا حاليا ده على طول بيهربوا من المكان. وبتفضل بقى إلي مع جول وهو ميت، وبتكون إلي حزينة وهي سامعة آخر أنفاس لجول وهي بتفارق الحياة. بعد فترة مش طويلة بيجي جيسي وبياخد إلي ودينا وكمان جثة جول، وبيمشوا بقى من المكان في طريقهم لمستعمرة جاكسون عشان يدفنوا جول هناك. على ذكر المستعمرة بقى، فبنشوف يا صديقي إن اللي كان تومي خايف منه حصل، ان بكل بساطه كل الزومبي اللي كانوا موجودين تحت الارض بيخرجوا من تحت الارض وبييجوا يهجموا دلوقتي على المستعمره. وساعتها بقى بيبدا تومي هو وكل اللي معاه في المستعمره انهم في البدايه يحاولوا بكل الطرق يضربوا الزومبي دول قبل ما يدخلوا ويعدوا السور. وبيفضلوا بقى يضربوا عليهم نار كتير وبيقتلوا منهم كميات وبيرموا عليهم منجنيق وبيولعوا فيهم كمان. بس في الاخر يا صديقي بعد كل ده برضه الزومبي بيقدروا يقتحموا البوابه وبيدخلوا بقى لجوه. ساعتها بقى كانت مرات تومي وكل الناس برضو مترشقين فوق البيوت والمباني وبيبداوا برضو يضربوا عليهم رصاص من كل ناحيه، بس الاعداد برضو يا صديقي كانت كتير. وقتها تومي راح مع مجموعه تانيه من الناس كان معاهم زي مسدسات نار، وفضلوا يحاولوا يولعوا في الزومبي بكل الطرق، بس برضو كانت كميات مش طبيعيه. وفي دلوقتي زومبي ضخم كبير جدا هجم على تومي وفضل يجري وراه وحرفيا حصره وكان هيقتله. فوقتها بكل قوته وكل النار اللي موجوده معاه فضل يولع فيه بكل قوته لغايه ما في الاخر الزومبي ده وقع خالص وقدر تومي عليه. بعدها تومي بعد ما خلص رجع تاني وفضل بقى يضرب في الزومبي يمين وشمال، واطلقوا كانت معاهم مجموعه كلاب اطلقوها على الزومبي وفضلوا برضو الكلاب يساعدوهم. وفضل تومي يحاول يحمي مراته بكل الطرق لغايه ما حرفيا كان هيموت بدل المره 1000، بس الحمد لله في الاخر قدروا يخلصوا على كل الزومبي. واي نعم تقريبا اكتر من نص اهل القريه ماتوا، بس تقدر تقول يا صديقي ان اهل المستعمره رغم كل ده قدروا ينجوا والموضوع عدى على خير. بعد مده من كل ده الاوضاع كانت استقرت شويه، الى ان الكل بيكونوا في حاله حزن كبيره بسبب موت جول وكل الناس اللي ماتوا وكمان تدمير المستعمره. وبنشوف حاليا تومي وهو بيروح المستشفى اللي فيها الجثث والناس المصابه واللي بيكونوا ناس كتير جدا. طبعا بيكون تومي مصدوم من كل ده ومن جثه اخوه. وبنشوف ان إيلي دلوقتي في المستشفى وبتكون حاليا نايمه وبتحلم باصعب مشهد عدى عليها في حياتها، الا وهو مشهد ابي وهي بتقتل جول اللي يعتبر ابوها.
وطبعا بتصحى إيلي مخضوضة وبتفضل تصرخ من الصدمة والرعب. بيعدي بقى على كل ده 3 شهور كاملين يا صديقي، وبنشوف حاليا تومي وجيسي والكل بيبنوا أسوار المستعمرة اللي اتدمرت من جديد عشان يقدروا يعيشوا في أمان هنا زي الأول. في نفس الوقت ده برضه بنشوف إن إيلي خلاص هتخرج من المستشفى، وبيجيلها حاليا جيل الدكتورة النفسية اللي احنا فاكرينها دي عشان تتكلم يعني معاها وتحسن من نفسيتها شوية. لكن يعني إيلي كعادتها مش بتتكلم معاها وبتكون رافضة كل ده، وبتمشي بقى إيلي من المستشفى وبترجع بيتها. ولما بتروح البيت بتجيلها هناك دينا، وبتعرفها دينا إنها لما كانت مخطوفة مع جول قدرت تعرف أسماء الناس اللي قتلوه واللي هم يعني آبي والجماعة بتاعتها. وبتعرفها دينا كمان إنها شافت معاهم إشارة كده خاصة بجبهة كده اسمها جبهة تحرير واشنطن، ودول جماعة كده موجودين في مدينة سياتل. وواضح إن آبي وجماعتها كانوا جزء أصلا من الجماعة دي بعد ما الفاير فلايز اتدمروا وماتوا. في الوقت ده مش بتضيع أي وقت، وبتاخد بعضها وبتروح لتومي وبتعرفه كل المعلومات دي، وفي الآخر بتقول إنها عاوزة تخرج مع قوة من الناس اللي عايشين هنا في المدينة عشان يروحوا سياتل ويحاربوا آبي واللي معاها على كل اللي عملوه فيهم. لكن تومي يا صديقي بيرفض، وبيعرف إيلي إن القرار ده مش بإيده ومش قادر يخاطر بحياة أي حد، بس على الأقل هيعملوا اجتماع لمجلس المستعمرة كله، وفي الاجتماع ده ممكن تطلب هي إن الناس تخرج تجيب حق جول من آبي وجماعتها، بس لازم على الأقل يبقى في أغلبية في التصويت معاها هي مش ضدها. في الوقت ده بتتضايق إيلي من كلام تومي، خصوصا يعني إن جول كان أخوه ومع ذلك هو مش مصر بكل الطرق إنه يجيب حقه، لكنها يعني بتقرر تسمع كلامه وبتسكت. بعد وقت بقى مش طويل بيحصل الاجتماع اللي تومي بيقول عليه ده، وساعتها بيتكلم سيس، ورغم الخلافات اللي كانت بينه وبين إيلي وجول لأنه بيطلب دلوقتي من كل إنهم يوافقوا على طلب إيلي بإنها تخرج مع مجموعة يجيبوا حق جول. وعلى فكرة هو بيعمل كده لأنه شايف إن الناس دول جم وقتلوا جول اللي يعتبر واحد منهم، ومحدش اتحرك نهائيا لغاية دلوقتي. وإيلي نفسها على فكرة بتتكلم برضه وبتطلب من الكل إنهم يخرجوا معاها ومعاها قوة كبيرة عشان يجيبوا حق جول من أبي واللي معاها، وبتفضل بقى تستعطفهم بإن جول ده كان أبوها وإنهم خدوا منها أبوها وكل الكلام ده. وقتها بيبدأوا مجلس المستعمرة يصوتوا، وطبعا من ضمن المجلس ده تومي وماريا مراته وكمان جيسي، ونتيجة التصويت ده بتكون بالرفض للأسف. في الوقت ده بتتضايق إيلي جدا لكنها مش بتعلق. وبعد شوية بقى بتروح دينا لعند إيلي، وبتلاقي إيلي بتجهز نفسها عشان تهرب من المستعمرة وتروح تنتقم من أبي نفسها. فبتقرر دينا إنها تساعد إيلي، وفي نفس اليوم ده بالليل بياخدوا إيلي ودينا خيل كده من اللي كان موجود في المستعمرة، وبيجي لهم سيس وبيساعدهم بإنه يعني بيديهم سلاح وبيخليهم يخرجوا من المستعمرة من غير ما حد يشوفهم. وفي اللحظة دي بس بيتصالح إيلي مع سيس وبتسلم عليه وبتاخد دينا وبيمشوا في طريقهم لسياتل. في الطريق بقى بتقف إيلي عند قبر جول وبتودعوا، بعدها بتكمل طريقها مع دينا لسياتل. في الوقت ده بقى يا صديقي في مكان قريب لسياتل بتشوف جماعة كده اسمهم أصحاب الندوب، أو يعني الندابين اللي هو جمع الندوب. يعني الندابين دول يا صديقي هم جماعة متخلفة وليهم معتقدات غريبة وعايشين بشكل بدائي جدا من بعد نهاية العالم، وعندهم زي حاجة كده استغفر الله العظيم يعني نبية كانت بترشدهم وحاجة يعني آخر جنان. المهم يعني إن الجماعة دول حاليا بيتعرضوا لهجوم من جماعة جبهة تحرير واشنطن، الجماعة اللي منها أبي والمجموعة بتاعتها. المهم يعني إن بعد شوية بيوصلوا إيلي ودينا لسياتل وبيشوفوا جثث جماعة الندابين دول، وبيكونوا مستغربين من الموضوع بس مش بيحطوا في بالهم خالص إنهم يعني جايين هنا لهدف معين، وهو إنهم يوصلوا لأبي واللي معاها مش لأي حاجة تاني. المهم دلوقتي بقى يا صديقي قبل ما أكمل لك إيه اللي حصل، تعال نرجع للماضي شوية بحيث نعرف حبة حاجات بخصوص تكوين جبهة تحرير واشنطن. بنرجع للماضي وبنشوف حاليا مجموعة من الجنود التابعين لقوات فيدرا، ودي قوات لو تفتكر اتكلمنا عنها في الموسم الأول وقلنا إنها قوات ديكتاتورية كانوا بيحكموا أكتر من مستعمرة بعد نهاية العالم، وسبق وشفناها في الموسم الأول. المهم يعني إن قوات فيدرا دول كانوا راكبين عربية كده وكان معاهم قائدهم اللي اسمه إسحاق. وفي الوقت ده بيوصلوا كلهم بالعربية بتاعتهم لسياتل وبيلاقوا ناس كتير مستنيينهم هناك. الناس دول بقى يا صديقي المفروض إن كان ليهم مشاكل مع قوات فيدرا، وبالتالي قوات فيدرا جايين هنا يخلصوا على المجموعة دي. المهم إن إسحاق بيطلب من رجالته يفضلوا في العربية، وبينزل من العربية هو وجندي تاني كده هو بيعزه. بعد كده إسحاق بيرمي قنبلة في العربية وبيقفلها على كل اللي فيها عشان فورا تنفجر فيهم والكل يموتوا. ونعرف اللحظة دي إن إسحاق أصلا كان متفق مع زعيم الناس اللي هنا في سياتل عشان خاطر يعمل كده. وفي الوقت ده على فكرة انضم إسحاق والجندي اللي معاه للزعيمة دي واللي معاها، ومن اللحظة دي كونت جبهة تحرير واشنطن. بس بتنتهي ذكريات الماضي على كده وبنرجع للوقت الحالي.
بنشوف دلوقتي اسحاق وهو خاطف واحد من جماعه الندابين وبيتكلم معاه. بنعرف من كلامهم ان جماعه الندابين وجبهه تحرير واشنطن كان بينهم هدنه كده من مده، بس جماعه الندابين خرقوا الهدنه دي وهجموا على كتير من رجاله اسحاق وخلصوا عليهم، وحاليا اسحاق خاطف الراجل ده وبيسالوا ناويين يهجموا امتى تاني، بس الراجل ده مش بيقدر يعترف على اي حاجه. في بعض يعني تعذيب كتير جدا اسحاق بيقتله، وبيكون متاكد ان المعركه مع جماعه الندابين جايه قريب ومش هتكون معركه سهله نهائيا، لان رغم ان الندابين بيشتغلوا بالطرق التقليديه والقديمه جدا جدا وتحسهم كمان جاهلين، لان عددهم كبير جدا اكتر من جماعه جبهه تحرير واشنطن. عموما في نفس الوقت ده بنشوف ان ايلي ودينا موجودين في مكان كده في سياتل، وبيقرروا انهم يخرجوا من المكان ويلفوا شويه بحيث يقدروا يوصلوا لابي او اي حد على الاقل من جماعتها عشان يوصلهم لابي وينتقموا منها. المهم انهم بيدخلوا مبنى كده في المكان، ولما بيدخلوا المبنى ده بيتصدموا من كل اللي بيشوفوه. بيلاقوا يا صديقي مجموعه من جبهه تحرير واشنطن مقتولين بشكل بشع، وطبعا بيكونوا اللي قاتلينهم هم جماعه الندابين. المهم ان ايلي ودينا مش بيلحقوا يتصدموا كتير، انهم بيلاقوا مجموعه من جبهه تحرير واشنطن بيوصلوا عندهم، بسرعه بيستخبوا ايلي ودينا منهم، بس في اتنين بيقدروا يشوفوا ايلي ودينا وبيثبتوا ايلي، بس بتيجي دينا وبتساعد ايلي وبيخلصوا على الاتنين دول وبيهربوا من المكان. وسط كل ده بقى بيوصلوا زومبي كتير للمكان وبتنتشر الفوضى في كل حته، فبتبدا ايلي ودينا يهربوا من هنا. اثناء ما كانوا بيهربوا بيكون في زومبي هيهجم على دينا ويقتلها، وساعتها بقى بتخلي ايلي ان الزومبي ده يعضها هي مكان دينا، وبتاخد دينا وبتهرب من المكان، وبيروحوا هما الاتنين لمكان امان يستخبوا. في الوقت ده بتكون دينا عرفت ان خلاص ايلي اتعضت فهتتحول لزومبي، فبتطلع مسدسها وبتقرر تقتل ايلي لان ايلي اتصابت وخلاص هتتحول. بس في الوقت ده بتقول ايلي لدينا الحقيقه وانها عندها مناعه ضد وباء الزومبي ومش هتتحول لزومبي ابدا، وبتقول ايلي لدينا عشان تصدقها يعني تستنى معاها شويه، ولو اتحولت يا عم تخلص عليها فورا، ولو ما اتحولتش تصدقها وانها فعلا عندها مناعه. فبتوافق دينا وبتفضل قاعده مع ايلي اللي بتنام دلوقتي من كتر التعب، بس دينا بتفضل مراقباها. وبس بعد شويه بتصحى ايلي وبتلاقيها دينا يعني انها فعلا تمام وما اتحولتش، فبتصدقها وبتقرر انها مش تقتلها. بعد كده بقى بيقعدوا الاتنين يسمعوا لاسلكي كده كانوا سرقوه من واحد من الناس اللي هي كانت تبع جبهه تحرير واشنطن، وبيعرفوا من خلال لاسلكي اللي بيسمعوا منه دلوقتي ان في واحده من جماعه ابي اسمها نورا موجوده في مكان قريب ليهم، فبيقرروا ان هم يروحوا للمكان ده بحيث يعرفوا من نورا مكان ابي. على الناحيه التانيه في نفس الوقت ده بنشوف زعيمة جبهة تحرير واشنطن بتروح لواحدة من جماعتها اسمها أليز وبيتكلموا سوا، فبنعرف بقى من كلامهم إن أليز خلصت على مجموعة من رجالتها اللي هم تبعها من جماعة تحرير واشنطن، وما بتكونش زعيمة فاهمة ليه ليز عملت حركة زي كده تعتبر يعني خيانة. فبتعرف أليز إنها عملت كده من المكان اللي كانوا فيه المجموعة دي، واللي منهم ابن أليز نفسها اللي اسمه ليون. اكتشفوا ان المكان ده اللي كانوا فيه موجود فيه فطريات كتير جدا، والفطريات دي بتطلع براج في الهواء، والبراج ده صديقي بيصيب حرفيا اي حد بالفطر اللي بيحول لزومبي. بمعنى اصح تقدر تقول كده ان المشكله بتاعت ان زومبي يجي يعضك بعدها تتحول لزومبي ده الموضوع اكبر من كده، ان الموضوع بقى ينتشر في الهواء عن طريق زي حاجات كده زي الغبار منتشره، فبمجرد ما بتشمها بتتحول لزومبي. كميه الغبار دي كانت موجوده في المكان وسط الجماعه بتاعت أليز، وبالتالي ليون لما شاف الغبار ده وانهم كلهم اتصابوا كلم امه وطلب منها انها تخلص عليه هو وكل اللي معاه في المكان ده وتقفل عليهم لان كلهم خلاص اتصابوا بوباء الزومبي. فعملت أليس كده وضربت المكان كله وقفلته تماما. وخليك بقى يا صديقي فاكر المكان ده كويس قوي، زي ما بقول لك ان اي حد يدخل المكان ده ويتنفس الهواء اللي فيه بيتصاب بوباء الزومبي. في كل الاحوال بقى بنرجع لايلي ودينا واللي حاليا بيحطوا سوا خطه كده عشان يوصلوا للمبنى اللي فيه نورا زي ما قلنا. المهم يعني انهم بيبداوا يمشوا على حسب خطتهم عشان يروحوا للمبنى ده، لكن فجاه بيطلع عليهم زومبي وبيبداوا يهاجموهم. وسط كل اللي بيحصل ده بيوصل الحمد لله جيسي واللي بيكون جه دلوقتي بيساعدهم يعني بيتخلصوا من الزومبي، وبيعرفهم يعني انه هياخدهم حاليا وهيرجع بيهم للمستعمره بتاعت جاكسون عشان يكونوا في امان. لكن إيلي بترفض وبتقرر انها تكمل مهمتها. المهم يعني ان إيلي بتمشي مع جيسي ودينا في طريقهم لحد ما فجأة بيلاقوا مجموعة من الندابين قدامهم، وبيكونوا الندابين دول خاطفين واحد من جبهة تحرير واشنطن وبيعذبوا فيه وبيقتلوه بشكل بشع جدا. الفكرة بقى ان الندابين دول بيقدروا يشوفوا جيسي وإيلي ودينا فبيفتكروهم انهم تبع جبهة تحرير واشنطن عشان لبسهم يعني، فبيقرروا يقبضوا عليهم. وقتها بيهربوا جيسي وإيلي ودينا وكل واحد فيهم بيروح لمكان، وإيلي مش بتهتم بكل ده اصلا وبتكمل طريقها لحد ما بتوصل للمبنى اللي فيه نورا واللي هو عبارة عن مستشفى. المهم يعني ان إيلي بتروح لنورا وبتثبتها وبتسالها فين ابي صاحبتك.
ساعتها بقى نورا بتحدف حاجه زي ميه كده على إيلي بتشتتها وبتهرب هي من المكان، وبتفضل نورا بقى تقول لكل اللي في المبنى انهم يهجموا على إيلي، لكن إيلي ولا بتهتم برضه وبتفضل تهرب من الكل وتجري برضه ورا نورا لحد ما بتنزل نورا عن طريق الاسانسير لدور كده مقفول تحت الارض في المبنى ده. فبتنزل إيلي وراها وبتكتشف هنا إيلي في الوقت ده انها في مكان غريب، وبتلاقي زومبي كتير محاصرين بالفطر في كل مكان لدرجه انهم مش بيتحركوا من مكانهم من كتر ما هم عفانوا في مكانهم، وحاليا في غبار كتير في المكان. ومن ضمن الناس دول على فكره هو ليون ابن أليس. ايوه يا صديقي، زي ما جه في بالك كده بالظبط، المكان اللي فيه إيلي حاليا هو المكان اللي فيه الفطريات اللي بتطلع زي غبار بيسيب اي حد يتنفسه بوباء الزومبي. المهم ان إيلي مش بتهتم لانها اصلا عندها مناعه، وبتقدر إيلي في الاخر توصل لنورا اللي اصلا بتكون خلاص تعبت بسبب انها اتنفست كتير من الغبار ده وحاليا مصابه بوباء الزومبي. ساعتها بتقول نورا لإيلي انها دمرتهم هما الاثنين، انهم كده هما الاثنين هيموتوا. بس إيلي بقى بتصدمها وبتعرفها انها مش هتتصاب، فبتتصدم نورا وبتعرف ان دي إيلي اللي عندها مناعه اللي اصلا جول قتل كل جماعه الفاير فلايز عشانها. المهم ان إيلي بقى بتسال نورا عن مكان ابي، بس بترفض نورا تقول اي حاجه وبتبدا تحتضر حرفيا بسبب الهواء اللي عماله تتنفسه. في الوقت ده ولا بتهتم إيلي وبتجيب ماسوره حديد وبتبدا تعذب بيها نورا عشان تقول لها على مكان ابي، بس في الاخر نورا مش بتقول اي حاجه مفيده، بتقول كلمات كده متلخبطه، وفي المجمل يعني إيلي مش بتستفيد حاجه، فبتقتلها وبتخلص عليها وبتاخد بعضها وبتمشي. دلوقتي بقى يا صديقي قبل ما نشوف حصل ايه لازم نرجع للماضي عشان نشوف حاجه مهمه جدا. بنرجع فعلا للماضي وبالتحديد في الثمانينات، بنشوف جول واخوه تومي اللي كانوا لسه صغيرين في الوقت ده، وبنشوف حاليا جول بيتكلم مع تومي، فبنعرف من كلامهم ان تومي اشترى مخدرات رغم يعني صغر سنه، وحصل مشاجره كده بينه وما بين اللي بيبيع مخدرات، والمفروض ان جول اتدخل وحصلت يعني خناقه كبيره شويه. المهم ان تومي كان خايف جدا من ابوه، فبيعرفوا جول دلوقتي انه يتصرف في الموضوع ده وهو اللي هيشيل الليله كلها. وبعد شوية بيوصل بقى أبو تومي وجول اللي اسمه ميلر، واللي بنعرف إنه كان ضابط بوليس زمان أيام الشغل. المهم يعني إن ميلر سأل دلوقتي جول إيه اللي حصل، فكذب جول عليه وبعت أي حاجة عن أخوه تومي عشان يحميه ولبس نفسه التهمة كلها. فعرفه أبوه إنه المفروض مش يحمي أخوه بل إنه يعرفه الصح. ولاحظ صديقي إن طريقة ميلر كانت صعبة حبتين ثلاثة، خصوصا إنه كان متعود يضرب أولاده، لكن يعني كان عنده أسلوب في التربية كده جول نفسه اتعلم كتير منه جدا لما كبر. في كل الأحوال بتنتهي ذكريات الماضي اللي بنعرف منها جزء عن تربية جول وتومي. المهم يعني بنيجي دلوقتي بزمن شويتين ثلاثة، ولكن يعني بنكون لسه برضه في الماضي لما جول كان عايش في المستعمرة مع أخوه تومي. بنشوف جول بيروح لساس وبياخد منه حبة حاجات كده وبيرجع البيت وبيبدأ بقى يصنع جيتار لإيلي، لأن المفروض يعني إن النهاردة كان عيد ميلادها. وبعد وقت مش طويل بتيجي إيلي وتومي، وبتكون إيلي مصابة في إيدها لأنها كانت بتعمل الأكل في المطعم ويعني اتحرقت. المهم إن جول بيفضل يزعق إنها عملت كل ده، بعدها بيفضل يهديها عشان اللي حصل ده وبيضمد لها جروحها. ولما بيمشي تومي بيجيب جول بقى لإيلي الجيتار وكمان تورته كده خلى سيس يصنعها مخصوص عشان عيد ميلاد إيلي، وبيحتفلوا بقى مع بعضهم بالعيد ميلاد وبيكونوا الاتنين فرحانين جدا جدا. بعد كده بقى خرجوا جول وإيلي في يوم كده لجولة وراحوا سوا لمتحف كده تبع الفضاء أيام ما قبل نهاية العالم. كان موجود في المتحف ده مركبات فضائية قديمة وحاجات زي كده وبلاد فضائية والكلام ده كله، وطبعا كانت إيلي أول مرة تشوف الحاجات دي، فكانت فرحانة جدا وكانت قريبة لجول لكنها لأول مرة بجد بنته. المهم يعني عدى فترة على كل ده برضه، وبنشوف إن في يوم كده جول رجع تاني البيت فلاقي إيلي قاعدة مع بنت صاحبتها، والبنت دي كانت عملت لإيلي وشوم وكمان كانوا بيشربوا مع بعض مخدرات. فطبعا اتضايق جول ومشى البنت دي وفضل يزعق لإيلي، ومن اللحظة دي بقى بدأ جول وإيلي يحصل بينهم اختلافات كتير زي اللي بتحصل بين أي أب وبنته، ومن وقتها وبدأوا يبعدوا عن بعض حتة حتة لغاية ما الموضوع تفاقم. بس يا صديقي لحد اللحظة دي كانت علاقة جول وإيلي لسه طبيعية، يعني ما فيهاش أي مشاكل كتير. أما مشاكل بقى فحصلت في يوم كان جول وإيلي خارجين سوا في دورية بيدوروا على يوجين جوزجاير، لأن المفروض يعني إن يوجين كان خرج في دورية هو التاني ولكن غاب فيها ومرجعش. المهم إن جول وإيلي بيفضلوا يلفوا هنا وهناك لحد ما فعلا بيلاقوا يوجين، ولكن المشكلة إن يوجين كان معضود من الزومبي، وفي الوقت ده قرر جول إنه يعني هيقتله عشان يعني ما يعرضش المستعمرة بتاع جاكسون للخطر. المهم ان يوجين عرف جول ان لسه قدامه وقت على بال ما يتحول، وبيطلب يعني من جول انه ياخده للمستعمره يودع مراته جيل بعدها يبقى يقتله. طبعا وقتها رفض جول، لكن إيلي اترجت جول وطلبت منه انه يعني يعملوا كده فعلا وياخدوا يوجين ويودوه لجيل يودع مراته. فعرفها جول انه خلاص موافق يعني على كلامها، وطلب منها تروح تجيب الخيول عشان يتحركوا من لما هم يجهزوا نفسهم. وفعلا راحت إيلي تجيب الخيول، وساعتها بقى استغل جول الفرصه وخد يوجين لمكان كده على البحر عشان يعني اخر حاجه يشوفها يوجين يكون منظر طبيعي جميل.
وهناك بقى راح جول قتله. طبعا بعد شويه لما وصلت إيلي وشافت كل ده اتعصبت من جول واتضايقت منه لان هو ما عندوش قلب وعمل كده في راجل عاوز يشوف مراته لاخر مره في حياته، وزعلت منه اكتر انه دايما بيكذب عليها زي ما كذب عليها قبل كده في موضوع الفاير فلايز وما عرفهاش ايه اللي حصل في المستشفى لما قتل يعني ابو ابي وكل اعضاء الفاير فلايز لو تفتكر. المهم ان حاليا جول وإيلي قرروا انهم يعني ياخدوا جثه يوجين ويرجعوا للمستعمره ويكذبوا ويقولوا للكل ان يوجين كانت عض وهو اللي قتل نفسه بنفسه. وفعلا اتفقت إيلي مع جول واخدوا بعضهم ورجعوا مستعمره جاكسون. وهناك بقى جت جايل الدكتوره صديقي لو تفتكرها كده عشان تاخد جثه جوزها، وساعتها بقى تحس إيلي انها كانت خلاص جابت اخرها من الكذب الكتير بتاع جول، وكمان كانت عاوزه تنتقم منه على الكذب الكتير ده. فعرفت جايل بالحقيقه كلها وهي ان جول قتل يوجين ورفض يجيبه هنا يودعها رغم ان كان عنده لسه وقت. طبعا في الوقت ده زعلت جدا جايل من جول وضربته بالقلم، ومن وقتها صديقه وهي بتكرهه زي ما شفنا على مدار المسلسل. اما بقى إيلي فمن اللحظه دي بعدت عن جول نهائيا وحتى بقت تبات في مكان تاني لوحدها مش في نفس البيت معاه. المهم عدت بقى الايام لحد يوم حفله راس السنه عام 2029، وايوه دي الحفله اللي سيس اتخانق فيها مع إيلي ودينا لو تفتكر، واتدخل وقتها جول وضرب سيس. بس زي ما شفنا بعد كده إيلي ما عجبهاش الكلام ده وزعقت لجول وعرفته انها مش عاوزه منه اي مساعده تاني. وبالتالي وقتها خد يا صديقي جول وراح لوحده قاعد مع نفسه وفضل يعزف وهو حزين. وبعد الحفله بقى راحت إيلي للبيت ولقيته قاعد مع نفسه وبيعزف على الجيتار، ولما شافت إيلي المشهد ده رجعت يعني تعطف عليه شويه وقررت ان هي تصلح كل المشاكل اللي بينها وما بينه. وبناء عليه راحت لجول واتكلمت معاه وطلبت منه انه لاخر مره هتساله ولازم يرد عليها بالحقيقه. قالت له ان هو يقول لها كل الحقيقه اللي حصلت في المستشفى في الفاير فلايز او ما كانوا ناويين ياخدوها ويطلعوا منها علاج. فعرف جول انه خلص على كل الفاير فلايز وقتها عشان يحميها هي، انهم كانوا هيعملوا عمليه هتتسبب في موتها عشان يصنعوا دواء لوباء الزومبي. وقتها اتضايقت جدا إيلي ان جول ما سابهمش يصنعوا منها علاج حتى لو ده معناه موتها، بس في نفس الوقت إيلي كانت مبسوطه ان جول دافع عنها وانه عمل كل ده عشان هو بيحبها وبيعتبرها زي بنته. وحرفيا صديقي جول فضل يعيط وعرفها انه فعلا ما قدرش يسيبهم يعملوا كده فيها لانه فعلا حس ان هي زي بنته بالظبط. ففعلا نسيت كل حاجه إيلي، ومن وقتها وهي بدات تصلح علاقتهم من تاني زي زمان. لكن يعني طبعا العلاقه الطيبه دي ما استمرتش كتير لان تاني يوم على طول جول اتقتل على ايد ابي زي ما شفنا وانتهت الحكايه. بس مع الوقت بتنتهي ذكريات الماضي وبنرجع للوقت الحالي. بنشوف يا صديقي ان بعد اللي حصل مع إيلي وجيسي ودينا وبعد ما انفصلوا عن بعض وقت ما كانوا الندابين بيهجموا عليهم لو تفتكر، راح جيسي ودينا للبيت اللي كانوا مستخبيين فيه، وهناك شال جيسي من رجل دينا سهم كده كان اتضرب عليها، ويعني حالة دينا بقت افضل شويه ولكن كانت لسه ما تقدرش تمشي خالص ولا تتحرك براحتها. المهم يعني ان في نفس الوقت ده كانت إيلي خلاص خلصت على نورا، ولما خلصت مهمتها ورجعت على البيت اللي فيه جيسي ودينا دخلت تطمن الاول على دينا وعرفت دينا انها قبل ما تقتل نورا سالتها عن مكان ابي، فنورا ما قالتلاش حاجات كتير غير ان ابي موجوده في حوض، ولكن ما كانتش فاهمه ايه معنى كلمه حوض اصلا. ولكن يا صديقي خليك فاكر الكلمه دي لانها فعلا مهمه وهنحتاجها قدام. تاني يوم بقى بتقرر انها تخرج تاني مع جيسي عشان يعني يقابلوا تومي اللي المفروض انه هيجي لهم في مكان هنا في سياتل وهياخدهم ويرجعوا بقى لمستعمره جاكسون. المهم يعني انهم لما بيخرجوا إيلي وجيسي بيفضلوا يمشوا هنا وهناك في طريقهم لتومي، بس في السكه بيلاقوا مجموعه من جبهه تحرير واشنطن بيطاردوا واحد من الندابين، فبيستخبوا بسرعه وبيلاقوا ان الجنود بتوع جبهه تحرير واشنطن قدروا يوصلوا للشخص اللي تبع الندابين وبيقرروا يعذبوه ويقتلوه. في الوقت ده بتطلب إيلي من جيسي انهم يدافعوا عن الشاب ده، بس جيسي بيرفض عشان خاطر هم كتير جدا وممكن يقتلوهم. فبيفضلوا بقى مستخبيين لحد ما جنود جبهه تحرير واشنطن بياخدوا الشاب ده وبيمشوا من المكان وهم ناويين يعذبوه لغايه ما يقتلوه. على الجانب الاخر بقى في نفس الوقت ده بنشوف ان اسحاق قاعد مع أليز وبيعرفها انهم لازم يوصلوا لابي لان اسحاق عاوز يا صديقي يخلي ابي هي القائده بتاعه الجيش بتاع جبهه تحرير واشنطن اللي بيثق فيها اكتر واحده في كل جنوده. وهنشوف قدام بقى ازاي ده كله، ولكن في كل الاحوال بنرجع من جديد لجيسي وإيلي اللي حاليا بيوصلوا للمكان اللي المفترض يعني هيقابلوا فيه تومي. ولما بيوصلوا للمكان ده بتشوف إيلي ان في حته قريبه ليهم هنا فيها حوض اسماك عملاق من اللي بيكون فيها يا صديقي العروض بتاعه الاسماك او متاحف الاسماك عموما والحاجات اللي زي كده. وبتفتكر إيلي بقى كلام نورا عن ابي وانها في الحوض بتاع الاسماك، فبتعرف إيلي ان اكيد ابي هتكون في المكان ده خصوصا ان جبهه تحرير واشنطن في المكان قريبين من هنا. فبالتالي بتقرر إيلي تروح لابي وتقتلها، بس جيسي بقى بيرفض كل الكلام ده تماما وبيرفض يروح معاها وبيقرر يكمل طريقه عشان يوصل لتومي لانه زهق من انه عمال يعرض نفسه للخطر عشان إيلي.
المهم ان إيلي فعلا بتمشي في طريقها وهي متضايقه من جيسي، وبتروح بقى ناحيه الحوض عشان توصل لابي، وفعلا بتاخد مركب كده كان على البحر وبتبدا تمشي بيه في البحر عشان توصل عند الحوض او المتحف ده. لكن المشكله اللي بتحصل زي موجه كبيره كده، والامواج بتاعه البحر بتبدا انها تتهز وبتعلى جدا، وبسبب كده بتتقلب إيلي من على المركب بتاعها خالص. لكنها الحمد لله بتقدر تخرج على الشاطئ، ولحد هنا كانت كل حاجه تمام الى حد ما. اللي مش تمام بقى ان فجاه بتشوف إيلي قدامها كام واحد من جماعه الندابين، واللي بيكونوا دلوقتي فاكرين ان إيلي تابع جماعه جبهه تحرير واشنطن، فبيخطفوها وبيقرروا كمان يعدموها. وفعلا حطوا حوالين رقبتها الحبل وبداوا يقتلوا فيها، واثناء ما كانوا بيعملوا كده فجاه بيلاقوا بيحصل هجوم على القريه بتاعتهم من جبهه تحرير واشنطن، فبالتالي بيسيبوا إيلي ومش بيقدموها اصلا، وبيروحوا بقى يشوفوا ايه اللي بيحصل في القريه. في الوقت ده بتكمل إيلي طريقها لحد ما بتوصل للمكان اللي المفروض يعني ابي موجوده فيه، فبتفضل بقى تلف في المكان هنا وهناك لحد ما بتلاقي فيه 2 من جماعه ابي، بس مش بتلاقي ابي نفسها. في الوقت ده بتقول إيه الاتنين دول انها مش تقتلهم، ولكن بتطلب منهم بس انهم يعرفوها مكان ابي. بس واحد من الاتنين ده وهو شاب كده مش بيرضى بكلام إيلي، وبيجيب مسدس عشان يقتل بيه إيلي، فبتضطر إيلي تضربه برصاصه وبتقتله. وللاسف بالغلط نفس الرصاصه دي بتطلع وبتضرب البنت في رقبتها، وبتبدا بقى تموت هي التانيه. المشكله بقى ان البنت دي يا صديقي كانت حامل، وده بقى اللي بيخلي إيلي تزعل جدا جدا من اللي عملته ده. وقتها كانت البنت لسه بتطلع في الروح، واديتها دلوقتي سكينه وقالت لها تتصرف بسرعه وتولدها قيصري وتطلع الطفل. لكن إيلي يا صديقي لانها برضه ما زالت طفله صغيره وعمرها ما عملت حاجه زي كده، بتتوتر وما بتعرفش تعمل اي حاجه، والبنت بتموت وكمان اللي في بطنها بتموت، وإيلي بتفضل حزينه لأبعد الحدود. في الوقت ده بقى بيجي تومي وبيشوف دلوقتي إيلي في الموقف ده، فبيحضنها. وطبعا يعني إيلي بتعرف ان جيسي برضه ما تخلاش عنها وجاب تومي وهم دلوقتي ينقذوها. وبس بياخدوا إيلي حاليا من المكان ده وبيروحوا يستخبوا معاها في المسرح عند تينا والباقي. وهناك بقى بيسيب تومي إيلي وجيسي يتكلموا مع بعض كده، وبيدخل هو قاعة في المسرح يقعد هو هناك مع نفسه. بعد وقت مش طويل بقى جيسي وإيلي يا صديقي بيسمعوا صوت جاي من المسرح، فبيدخلوا يشوفوا فيه ايه، واول ما بيدخلوا بيتضرب النار على جيسي وبيقع فورا ميت. وبتكون ضربة النار دي هي ابي، واللي بتكون قتلت جيسي وكمان حاليا اصابت تومي وحاطه المسدس ناحيته وناويه تقتله. وبتثبت حاليا إيلي وبتقول لها انها هتقتل تومي لانه قتل صحابها، فبتقول لها إيلي ان تومي ملوش اي ذنب، وانها اللي قتلت صحابها عن طريق الخطا مش اكتر من كده، لانها كانت بتدور عن ابي. طبعا في الوقت ده ابي بتتجنن وبتوجه مسدسها على إيلي وبتضرب نار، ولكن مش بنشوف يا صديقي هل إيلي ماتت ولا لا. بس هنشوف ده كله في الموسم الثالث من المسلسل ده لما يتم انتاجه ان شاء الله، يعني السنه الجايه او حاجه زي كده. اخر حاجه بقى بنشوفها هي لمحه من الماضي جدا بتاع ابي، وهي في المقر بتاع جبهه تحرير واشنطن. وبيكون المقر ده على فكره هو مقر الجيش اللي اسحاق كان عاوزها تبقى زعيمه ليه. وبنعرف دلوقتي ان ابي المفروض انها بعد مده هتبقى قائده للجيش الضخم اللي انت شايفه ده، ولكن لسه ما نعرفش هي ليه المفروض تبقى القائده، ولا نعرف حاجات كتير جدا، ولسه فعلا في اسئله كتير محتاجه اجابه يا صديقي. بس كل الاسئله دي في الغالب هيتم الاجابه عنها في الموسم الجاي. وبيخلص الموسم ده، اشوفكم الموسم الجاي لما ينزل ان شاء الله. وبس كده، سلام.